يا مساء الفل حبايبي ومتابعيني واحلى متابعين في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه القمر ده يا زوزو؟ كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليا وعليكم بالف خير يا رب. المولد النبوي الشريف، قلنا نعمل شويه سمسميه وفوليه في قلب البيت ونوفر يا جماعة. انتوا عارفين الأسعار مولعة نار، وحاجة عاملينها عظمة وبنظافة وفي قلب بيتنا. وفرحي ولادك وقومي اعملي يلا على طريق الزوزو. جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها نص كيلو سمسم، ورحت بقى يعني انتي ما تحمصيش السمسم، انا جايباه محمص. انا بطلع الرطوبة اللي فيه بس. وعايزة اقولك انا لقيت النص كيلو ده كتير، رحت شايله كوبايه سمسم وعملت بطرمان طحينه عظمه، بس ما صورتوش والله، بس قلت اقول لكم في الفيديو برضه. المهم فضلت اقلب بقى شمال ويمين كده اهو لحد ما الايه الرطوبه تطلع منه. تعالوا بقى على العين التانية ونعمل العسل بتاعنا. حطيت كوبايه سكر وكوبايه الا ربع ميه عليها، وبعد كده اعصري ليمونه. طبعا كلنا بنعرف نعمل عسل، بس العسل ده مخصوص لازم يبقى ناشف معانا علشان آه يقطم معاكي كده زي ما بتاكلي السمسميه والفليه. طبعا دي معلقه عسل كلوكوز تحطيها، هو دي النص التاني، كانت المعلقه ممسوحه كده حبيت احط تاني، وتقلبيها في قلب بعض كده اهوت. وتفضلي تعملي اختبار للعسل لحد ما تحطيه في كوبايه ميه كده يقطم معاكي، خلاص يبقى كده استوى. وهنا حطيت ذره فانيليا كده اهوت اهو، وقلبي بقى قلبي كل دوت لحد ما العسل يستوي. وده السمسم خلاص بتاعي عملته. وجيت حطيت بقى الفول السوداني برضو حمصته، مش حمصته برضو، طلعت الرطوبة منه. وهاتي فول سوداني من المقلة يكون طازة، ويكون مش مملح. وجبت بقى الصينية بتاعتي ادهنيها زيت، وتروحي عاملة كيس تلاجة فتحاه وتروحي حطاها فيها كده اهو، وتدهني كيس التلاجة زيت برضو، وتمسحيها كده بالفرشة كلها اهي. بعد كده هو تعالوا الخطوة اللي بعديها يا شباب، هنشوف هنعمل ايه. هنحط بقى، انا قلت ابتدي بالفوليه عشان انا بحبها بصراحة، كنت عايزة اكل منها. رحت بقى العسل بتاعي خلاص استوى اهو، واروح نازلة بالفولية بتاعتي في اللي هو الفول السوداني يا جماعة، في قلب العسل بتاعي. انا بقلب شوية كده لحد ما يخش في السوا. طبعا الرغاوي اللي حصلت في الاول ديت، ده كان يعني ربع معلقه بيكنج باودر او كربوناتو، لو لا ده او ده ما عندكيش ده اعملي ده. ونزلت بالسوداني بتاعي ووطيت وفضلت اقلب. وبعد كده رحت نازله بيها في قلب الصينيه بتاعتي، بيبقى سخن جامد يا جماعه، خدوا بالكم لا تتلسعوا. وحطيت كيس فيها برضو مدهون زيت، وفضلت افرد بالفرده بتاعتي كده هوت على قد ما اقدر، وشوفي السمك اللي انت عايزاه وحاولي تسويها، بتبقى مولعه. وحاولي تعملي الخطوه دي بسرعه علشان ما تنشفش معاكي الفوليه وما تعرفيش تقطعيها. هنا خلاص انا خلصتها وفردتها وظبطتها خالص. بعد كده هو هشيلها واروح يلا صلوا لي على الرسول كده بمناسبه مولوده الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عشان ينوبني الثواب انا وانتي. وحطي لي اللايك الجميل، انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات يا جماعه، وقلت اعمل لكم بقى ننزل بحاجه كده جميله بالمولد النبوي الشريف، ننزل بالسودانيه والسمسميه اهو، او الفوليه زي ما انتوا بتقولوا عليها. وهنا ابتديت اقطع، وهنا قطعتها بقى كلها زي ما انت تحبي تقطعيها براحتك خالص. وهنا برضو السمسميه كانت نفس الطريقه، عملت طريقه العسل، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، هي نفس طريقه العسل بتاعه الفوليه هي برضو بتاعه السمسميه. وقطعتها وجهزتها ونشفت، وبعد كده رصيتهم في الطبق بقى. كانت حاجه عظمه وطعمها كان تحفه، انا بقطع وولادي بياكلوا وانا باكل بصراحه. طعمها خطير وحاجه نضيفه وعاملاها في بيتك. وفرحي ولادك ان شاء الله يا رب بكوبايه سمسميه وكوبايه فوليه. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليا وعليكم بالف خير يا رب بمناسبه المولد النبوي الشريف. ربنا يفرح قلوبكم كلها، وما تنسونيش باللايك والشير، واترككم في رعايه الله وامانه.